بيبدأ الفيلم مع مجموعة مكونة من 5 أشخاص واللي بيكونوا طالعين رحلة ترفيهية في المحيط الأطلسي، وفجأة بيتغير الجو وبتدخل السفينة في عاصفة شديدة، وبيلاحظ قبطان السفينة إن في ثقب مضيء في قلب العاصفة. وتاني يوم بيلاقوا جزيرة قريبة منهم وبيخمنوا إن العاصفة بعدتهم عن وجهتهم الأساسية، فبيقرروا ينزلوا ويستكشفوا المكان ده بعد ما بيلاقوا إن أجهزة الإرسال الخاصة بالسفينة معطلة. وبتنزل كل المجموعة ما عدا كارين، واللي بتكون خايفة بعد ما شافت مخلوق كبير قريب منهم، فبتقرر تستناهم على السفينة. وبيديها قبطان السفينة مسدس التنبيه وبيقول لها تضرب في الجو في حالة لو حست بأي خطر بيقرب منها. وبتنزل المجموعة وبيبدأوا يستكشفوا المكان لحد ما بيوصلوا لصخرة عالية، فبيطلب القبطان من تيد يطلع فوق ويشوف لو في أي مستوطنات قريبة منهم. ولما بيطلع تيد فوق بيشوف طور كبيرة، لكن مع بعد المسافة بيشوفها صغيرة. وبيشوف الوميض الخاص بمسدس التنبيه، فبيحاول يقول لهم لكنهم ما بيسمعوش. وفجأة بيهجم عليه طائر كبير وبيكون السبب في وقوعه من فوق الصخرة. ولما بتقرب المجموعة منه بيجي الطائر وبيخطفوا من وسطهم. ولما بتشوف لين اللي بيحصل بتصرخ بهستيريا وبتهرب من المكان، فبيجروا كلهم وراها لحد ما بيوصلوا لبيت كبير. وفجأة بيظهر قدامهم ديناصور، فبيجروا كلهم على مكان السفينة لكنهم ما بيلاقوهاش. وبيتصدموا كلهم، وده لأن كارين كانت على السفينة. وبيخمن القبطان إن تيد كان بيصرخ من فوق عشان شافوا الوميض لكنهم ما سمعوش. وفي أثناء كلامهم بيلاقوا إن الديناصور بيقرب منهم، فبيهربوا منه لحد ما بيوصلوا لكهف صغير. وبعد ما بيمشي الديناصور بيقول كل روس إنه هيروح هو والقبطان يدوروا على مية، وانت خليك هنا وخد بالك من ليندا. وبعد ما بيتحرك كل والقبطان بيبدأ روس وليندا يجمعوا الخشب قبل الليل ما يدخل عليهم. وبنرجع للكل والقبطان مرة تانية بعد ما وصلوا للشلال، فبيملوا الازازة اللي معاهم وبيرجعوا. وفي طريقهم بيلاقوا ديناصور كبير بياكل في ديناصور صغير، فبيقرروا يستنوا مكانهم لحد ما يمشي الديناصور الكبير وياخدوا جزء من الديناصور اللي بياكل فيه كطعام ليهم. وبعد ما بيمشي الديناصور بينجح كل انه ياخد جزء منه، لكن الديناصور الكبير بيلاحظهم وبيبدأ يطاردهم وبيقدروا يهربوا منه بعد ما استخبوا بين الصخور. وبعد ما بيمشي بيخرجوا من المكان. وبالليل بيكون روس بيفكر في كارين حبيبته اللي مش عارف هي فين. فجأة بيلاقي شخص غريب قاعد قدامه، فبيتخض وبيقوم من مكانه بسرعة وبيتخبط في الصخور اللي فوقيه فبيغمى عليه. وتاني يوم بيتعرفوا على الشخص ده وبنعرف ان اسمه يهوذا، وبيتكلموا مع بعض. فبتسأله ليندا هو بقاله قد ايه هنا، فبيقول لها انه بقاله سنة وشهرين و11 يوم. وفي اثناء كلامهم بيتكلم عن القارب وبيخمن انهم وصلوا لهنا فيه. فبيسألوا روس لو عارف مكان القارب لان زوجته كانت عليه، فبيرد وبيقول له انه عارف مكانه ويقدر يجيبه له كمان، لكن ده هيكون ليه تمن، وده لان الطريق لهناك هيكون فيه مخاطرة. وبيتحركوا كلهم على مكان القارب وبياخدهم يهوذا على الكهف اللي هو عايش فيه الاول، وده عشان ياخدوا المعدات اللي هم محتاجينها. وهناك بيقابلوا شخص تاني وبيتعرفوا عليه، وبيكتشفوا ان الراجل ده هو قبطان سفينة كانومورا، ودي بتكون سفينة اختفت من 54 سنة. فبيسألوا قبطان السفينة هو هنا من امتى، فبيقول لهم انه هنا من 10 سنين و311 يوم. معنى كده ان الوقت بيعدي على الجزيرة ابطأ من الحياة الواقعية ب5 اضعاف. وبيجمعوا الحاجات اللي هم محتاجينها وبيتحركوا لمكان القارب. وفي الطريق بيسأل قبطان السفينة يهوذا هو وصل لهنا ازاي، فبيقول له انه كان طيار في السرب رقم 19. وبيتصدم القبطان، وده لان السرب 19 كله اختفى سنة 1945. ومن هنا بيتأكد القبطان انهم دخلوا للمثلث برمودا بالفعل، وده لان اللي بيحصل مش طبيعي. فبيقول له روس انه مثلث برمودا مجرد اسطورة ملهاش وجود. فبيرد القبطان وبيقول له انهم عندهم ديناصورات وعندهم طيار مفقود من 54 سنة ومعاهم قبطان مفقود من 64 سنة، كل الحاجات دي ولسه مقتنع ان مثلث برمودا مجرد اسطورة. فبيسكت روس وبيحبطوا كلهم، وده لانهم على جزيرة ملهاش وجود قدام العالم، ومعنى كده انهم ما يستنوش مساعدة من بره. لكن روس بيحاول يدوهم طاقة ايجابية وبيقول لهم انهم معاهم سفينة وممكن يحاولوا يخرجوا من هنا. وبيكملوا طريقهم بحثا عن السفينة لحد ما بيوصلوا لغواصة ألمانية على الشط، ودي بتكون غواصة ألمانية مفقودة من الحرب العالمية التانية. وبيكتشفوا انه في طاقم غواصة كامل موجود معاهم على الجزيرة، وبتكون كارين أسيرة عندهم. فبيعملوا خطة عشان يحرروها، وبيحذرهم يهوذا ان طاقم الغواصة كله مسلح ومفيش مكان هنا للخطأ. وبتكون مهمة روس وكال انهم يحرروا كارين، اما يهوذا والعجوز فهي انهم ياخدوا السفينة. ومهمة القبطان هي المراقبة. وبيقدر يهوذا يجذب الديناصور لمكان الجنود عشان يشتت انتباههم، وفي الوقت ده بيقدر روس وكال انهم يحرروا كارين. وفي حتة تانية بيضرب يهوذا القبطان وبيغمى عليه وبيهرب مع العجوز بالسفينة. وبنعرف ان يهوذا والعجوز كانوا بيخدعوهم عشان ياخدوا السفينة مش اكتر. فبيجروا ورا السفينة هم والجنود وبيندهوا
بيندهوا عليهم وهم بيقولوا ان السفينة ممكن تشيلهم كلهم، لكن بدون فايدة. وبالليل بيعرض قبطان السفينة على قائد الغواصة وبيقول له انهم ممكن يتحدوا ويحاولوا يصلحوا الغواصة، وخصوصا ان المكان هنا مليان نفط وممكن يستخرجوا البنزين بكل سهولة، وبكده تكون اتحلت اول مشكلة. فبيوافق القائد، وتاني يوم بيبدأوا يدوروا على انسب مكان ياخدوا منه النفط. ولسوء حظهم بيكون المكان قريب من عش الديناصور، فبيتحركوا بهدوء عشان الديناصور ما ياخدش باله منهم، وبيقدروا يملوا اول جيركن وبيرجعوا على الكهف فورا وبيبدأوا يستخرجوا البنزين. وبالليل بيجربوا البنزين اللي استخرجوه على مولد كهرباء موجود معاهم، وبالفعل بيدور المولد وبيفرحوا كلهم، وده لان اول خطوة يعتبر خلاص خلصت. وتاني يوم بيكملوا بحث عن النفط وهكذا لحد ما بيقدروا يجمعوا كمية كبيرة من البترول، لكنها ما بتكونش كفاية للرحلة، وبيكون البترول اللي على الجزيرة شبه خلص. وبكده ما قدامهمش غير حل واحد، وهو انهم يقتلوا الديناصور عشان يدوروا براحتهم في الجزء التاني من الجزيرة. فبيقترحوا روس انهم يجمعوا كل المتفجرات اللي معاهم في مكان قريب من الغواصة ويستدرجوا له هناك ويفجروه، وفي نفس الوقت يضربوا عليه بمدفع الغواصة عشان يضمنوا انه مات. فبيوافقوا كلهم، وتاني يوم بيبدأوا في تنفيذ الخطة وبيقدروا يستدرجوا مكان الغواصة وبيضربوا عليه، لكنهم بيغلطوا في التصويب وما بيجيش الصاروخ في الديناصور. وفي الوقت ده بيكون كال قدام الديناصور، فبيقرر يضحي بحياته وبيفتح كل القنابل اللي معاه، فبيقرب الديناصور عليه وبياكله. وبعد شوية بتنفجر كل القنابل جوه الديناصور وبيموت. وبتحزن ليندا على حبيبها جدا، فبيحاول روس يخفف عنها. وبيعدي الوقت وبيجي وقت الخطوة التانية وهي تنزيل الغواصة للمية مرة تانية. وبيبدأوا في الحفر حوالين الغواصة وبيتقسموا على 3 مجموعات، مجموعة تحفر حوالين الغواصة، ومجموعة تستخرج البترول، ومجموعة تالتة هتصلح الغواصة. وبنروح لجندي من اللي بيستخرجوا البترول، وفجأة بيهجم على الجندي ديناصور تاني وبيخلص عليه، وبيكون على وشك انه يخلص على الجندي التاني، لكن لحسن الحظ روس بيوصل في الوقت المناسب وبيضرب على الديناصور بمسدس التنبيه وبيقدر ينقذ الجندي. وبيقول لي بقى الجنود ياخدوا الجندي المصاب على الغواصة وهو هيشتت الديناصور. وفي الغواصة بيكون المد عالي، فبيقرر القبطان انه ينزل على اي حال. وبنرجع لروس مرة تانية بعد ما قدر يستدرج الديناصور عند البترول، وبيقدر يفجر برميل من براميل البترول جنب الديناصور وبيموت. وفي الغواصة بيقدروا يشغلوا المحرك اخيرا وبيتحركوا باقصى سرعة عشان يقدروا يخرجوا الغواصة من الرمل. وبتنزل الغواصة اخيرا، وفجأة بيجي جندي وبيبلغ القبطان ان روس مركبش الغواصة معاهم، وده في نفس الوقت اللي بتكون في ليندا بتدور على كارين. في اخر الفيلم بنشوف مشهد لروس وكارين بعد ما قرروا يعيشوا مع بعض على الجزيرة للأبد، وبينتهي الفيلم. يا ريت بقى لو عجبك الفيلم متنساش تعمل لنا لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.